السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد درس جديد من دروس اللغة الإيطالية. زي ما تعودنا دايما قبل ما نبدأ أي درس ما ننساش نصلي على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. عنوان درس النهاردة هو le preposizioni، يعني حروف الجر. حروف الجر في اللغة الإيطالية كتير، عشان كده قررنا إن احنا نقسمهم على كذا درس عشان ما نطولش على حضراتكم ويبقاش الدرس طويل. هنبدأ بأول حرفين من حروف الجر اللي فيه دايما مقارنة بينهم من كل الناس، واللي فيه ناس بتتلخبط ما بينهم في الاستخدامات. أول حرف جر معانا هو حرف الجر إن، ومعانا حرف الجر تمام. ناخدهم كده واحدة واحدة ونشوف استخداماتهم ايه. أول حاجة حرف الجر إن في اللغة الإيطالية بمعنى في أو إلى أو بواسطة، اللي هو حرف الجر الباء في اللغة العربية بي. تمام. ايه اول استخدام لان؟ امتى نستخدم ان؟ قال لي مع اسماء الدول او اسماء القارات او اسماء الجزر الكبرى. يعني لما عاوز اقول يوفادو ان ايطاليا، يبقى انا ذاهب الى ايطاليا او انا اذهب الى ايطاليا، يبقى هنا بستخدم حرف الجر ان. ايطاليا دولة، بستخدم معاها حرف الجر ان. مش معناها ان انا ذاهب في ايطاليا، لا، انا ذاهب الى ايطاليا. تمام. io vado in Spagna، io vado in Egitto، انا ذاهب الى مصر او لاسبانيا او لفرنسا، اي دولة ايا كانت بستخدم معاها حرف الجر ان. القارات افريقيا اسيا امريكا بستخدم معاها حرف الجر ان. io vado in Africa، io vado in America. تمام. يبقى استخدمنا معاها الدول القارات حرف الجر ان. الجزر الكبرى، الكبرى بس مش الجزر الصغرى. زي ايه؟ زي جزيرة سيشيليا، سردينيا، دي من الجزر الكبيرة استخدم معاها حرف الجر ان. يبقى ده اول استخدام معانا، دول قارات جزر كبرى. يا ريت يكون الكلام واضح. نشوف الاستخدام التاني. قال لي يأتي بعدها اسماء الجبال، اي جبل حتى لو بدون اسم بستخدم معاه حرف الجر ان. فادو ان مونتانيا، يعني انا ذاهب الى الجبل. تمام. طبعا انا مش عارف اسماء جبال كتير عشان كده ما حطيتش اسماء يعني، بس هي الجبال بياتي قبلها ايه؟ حرف الجر ان. يبقى انا ذاهب الى الجبل او على الجبل، سميها زي ما تسميها، المهم ان هي بتستخدم معاها حرف الجر ان. طيب تالت استخدام لحرف الجر ان، قال لي مع جميع وسائل المواصلات ما عدا حاجتين. حرف الجر ان بستخدمه قبل جميع وسائل المواصلات، سواء سيارة سواء قطر سواء طائرة سواء أتوبيس، ما عدا السير على الأقدام، ده بنستخدم معاه حرف الجر فبقول أبيدي، يعني أنا ذهبت أبيدي، يعني أنا ذهبت إيه؟ سيرا على الأقدام، أبيدي بستخدم معاه حرف الجر وما عدا ركوب الحصان اللي هو على ظهر الحصان. انا ذهبت مثلا الى المكان الفلاني اكافالو، يعني على ظهر الحصان او بالحصان. تمام. هم دول الوسيلتين الوحيدتين اللي بستخدم معاهم حرف الجر بقية وسائل المواصلات بستخدم معاها حرف الجر ان. فلما اقول يوفادو ان ماكينة، يعني انا بذهب او انا ذاهب بالسيارة. يوفادو ان اوتوبوس، انا رايح بالاتوبيس. يوفادو ان ترينو، انا رايح بالايه؟ بالقطر. يوفادو ان ترام، انا رايح بالترام. اي وسيله مواصلات ما عدا السير على الاقدام وباستخدام الحصان، دول بستخدم معاهم حرف الجر اللي بعده رابع حاجه في استخدامات حرف الجر ان، قال لي بستخدم حرف الجر ان قبل اي عنوان. اي عنوان سواء كورسو او فيا او فيالي او بياتسا، اي عنوان بستخدم معاه حرف الجر ان. فلما اقول يو ابيتو ان كورسو نوفارا نمرو 10، يعني انا ساكن في كورسو نوفارا رقم 10. تمام. استخدمت معاها ايه؟ ان. ابيتو ان. تمام. انديامو ان بياتسا كاستيلو، يلا بينا نروح بياتسا كاستيلو. تمام. قلت ايه؟ قلت انديامو ان بياتسا كاستيلو عشان ده عنوان مكان. تمام. مش عارف فيا ايه، بياتسا ايه، اي حاجه خاصه بالعنوان
بستخدم معاها حرف الجر إن. طيب إيه الاستخدام الخامس معانا؟ قال لي تستخدم قبل أسماء غرف المنزل. يعني إيه؟ يعني يو فادو إن بانيو، أنا رايح الحمام، رايح للحمام، قلت فادو إن بانيو. أي غرفة، سونون كوتشينا، أنا في المطبخ، سونون بالكوني، في البلكونة، سونون جاردينو، في الجاردينو. تمام. أي حاجة أو أي جزء من أجزاء المنزل بستخدم معاه حرف الجر إن. اللي بعده سادس استخدام لحرف الجر إن، قال لي تستخدم قبل أسماء الأماكن التي تنتهي بالمقطع إيا. تمام. أنا بحط لكم قواعد عشان أسهل لكم الإيه الأمور. زي إيه؟ يوفادو إن فارماتشيا بتنتهي بالمقطع إيا. أي مكان بينتهي بالمقطع إيا بستخدم معاه حرف الجر إن. يوفادو إن ماتشيليريا، المجزرة، أنا رايح المجزرة. فادو إن بيتزاريا، رايح الايه البيتزارية. يوفادو ان جيلاتريا، رايح محل الجيلاتي. تمام. يوفادو ان تباكيريا. اي كلمة، اي مكان بينتهي بالمقطع ايا بستخدم معاه حرف الجر ان. طيب في حاجة أخيرة بقى مع حرف الجر إن، ولكنها مش قاعدة، هي حاجة بس عشان تسهل الأمور، لأن في أماكن كتير بتستخدم مع حرف الجر إن، فمش هينفع نحط كل حاجة قاعدة، في حاجات كده ملهاش قواعد. قال لي تستخدم مع معظم أسماء الأماكن المؤنثة، مش كل أسماء الأماكن المؤنثة، بس في الغالب أي مكان مؤنث في الغالب، حط تحت في الغالب ديت خطوط كتير، بستخدم مع حرف الجر إن. أمثلة: فادو إن باليسترا، رايح الإيه؟ ألعب جيم يعني في الباليسترا. تمام. فادو إن بيشينا، رايح البسين. فادو إن ديسكوتيكا، رايح الديسكو. دي أماكن مؤنثة استخدم معها حرف الجر إن، ولكن لا ليست قاعدة، حيث تستخدم مع بعض أسماء الأماكن المذكرة. زي إيه؟ زي فادو إن أوفيتشو، ده كل مكان مذكر بستخدم معاه حرف الجر إن. هما مش كتير على فكرة. تمام. بس يعني إيه، دي حاجة كده عشان أنت بسهل عليك الأمور، لكن هي مش قاعدة. ممكن وارد تلاقي كلام كتير برضو معاه بستخدم معاه كلام أماكن مذكرة بستخدم معاه حرف الجر إن، ولكن في الغالب زي ما قلنا الأماكن المؤنثة بستخدم معاها حرف الجر إن. قليل جدا اللي ممكن ألاقيه مذكر بستخدم معاه حرف الجر إن. فادو إن أوفيتشو، أوفيتشو ده مكان مذكر وبستخدم معاه حرف الجر إن عادي، ما قالش لأ يعني. فادو إن تشينترو، تمام، يعني أنا ذاهب للإيه؟ إلى السنتر بتاع المدينة يعني. تمام. يبقى احنا عندنا كده 6 قواعد لحرف الجر إن، والقاعدة السبعة دي ما نعتبرهاش قاعدة، يعني احنا نعتبرها حاجة لتسهيل الأمور، إن هو بيجي مع معظم أسماء الأماكن المؤنثة، ولكن في بعض قليل من الأماكن المذكرة بستخدم معاه حرف الجر إن. تمام. ندخل على حرف الجر آ. تمام. حرف الجر آ ده حرف لذيذ كده وما فيهوش كلام كتير. قال لي بيأتي بعده أسماء المدن. احنا قلنا في إن أسماء الدول والقارات والحاجات الكبيرة. تمام. بيأتي بعدها أسماء المدن. المدن زي إيه؟ زي روما، ميلانو، تورينو، اسكندرية، الغردقة، شرم الشيخ، أي محافظة يعني. تمام. أي مدينة. مثال: فادوا روما، فادوا ميلانو، فادوا تورينو. يبقى أي اسم مدينة بستخدم معاه حرف الجر تمام. قال لي حرف الجر بيأتي بعده فعل في المصدر، يعني لو جه بعد فعل لازم يكون في المصدر. ازاي؟ ناخد مثال: فادو مانجاري una بيتزا، يعني انا رايح ناكل بيتزا، قلت فادو مانجاري، جبت فيربو مانجاري ياكل، جبته في المصدر. فادو بريندري un كافيه، يعني انا رايح ايه ناخد واحد كافيه. تمام. رايح ناخد واحد قهوه، قلت فادو قلت فادو وبعد كده جبنا الفعل في المصدر. تالت استخدام لحرف الجر قال لي بيأتي حرف الجر قبل جميع وجبات الطعام. ايه هي وجبات الطعام؟ كولاتسيوني الفطار، برانسو الغداء، ميريندا اللي هي الوجبة الخفيفة، تشينا العشاء.
كل وجبات اليوم دي، وجبات الاكل دي، بستخدم معاها حرف الجر اه. مثال: vado a pranzo con Luca، يعني انا رايح ناخد الغداء بتاعي مع لوكا. قلت vado a، يعني انا ذاهب الى، استخدمت حرف الجر اه مع وجبة الطعام اللي هي ايه؟ برانسو. dove vai a cena، انت رايح فين على العشاء؟ تمام، قلت dove vai a cena، على العشاء. a cena عشان ايه؟ دي وجبة، استخدمت معاها حرف الجر اه. تمام. طيب، الحاجة الأخيرة اللي هي برضو مش قاعدة زي ما كانت في إن، قال لي بيستخدم حرف الجر قبل معظم أسماء الأماكن المذكرة. معظم، برضو قلت معظم هنا، ما قلتش كل أسماء الأماكن المذكرة. في حاجة بقى هنا يا جماعة، حرف الجر لو جه بعده أداة التعريف طبعا احنا خدنا أدوات التعريف في درس الإيه؟ أدوات المعرفة وأدوات النكرة وشرحناهم بالتفصيل. لو جه حرف الجر بعد منه أداة التعريف بتبقى ال، بتبقى ال. زي vado al mare، يعني أنا رايح البحر. الماري ده مكان مذكر، عشان كده استخدمت معاه، احنا قلنا هي بتيجي قبل معظم أسماء الأماكن المذكرة، استخدمنا معاه حرف الجر vado al bar، يعني أنا رايح البار. تمام. vado al cinema، أنا رايح السينما. السينما طبعا احنا عارفين إنها كلمة مذكرة، ودرسنا الكلام ده في الأول. تمام. vado al barco، انا رايح الايه؟ اتنزه يعني في البارك. vado al ristorante، انا رايح المطعم. تمام. ولكنها مش قاعده، احنا قلنا هي بتيجي قبل معظم الاماكن المذكره، ولكن في بعض خلي بالك من بعض دي الاماكن المؤنثه اللي بيجي معاها حرف الجر زي ايه؟ vado a casa، البيت، المنزل ده، ما هو ده كلمه مؤنثه، ولكن استخدمت معاها حرف الجر vado a scuola، انا رايح المدرسه، استخدمت معاها حرف الجر مش كتير، قلنا بعض الاسماء الاماكن المؤنثه بيجي معاها حرف الجر تمام. بكده نكون انتهينا من درس النهارده. اتمنى ان تكون المقارنه واضحه بين حرف الجر ان او فادو ان وفادو حرف الجر تمام. اللي ما استفادش من الدرس او ما فهموش كويس ممكن يعيد الدرس مره واثنين وثلاثه لحد ما المعلومه تثبت. تمام. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.